مش هتصدقي أبدًا إن واحدة من الكنتالوب هتطلّع لِك الجمال ده وتعمل لِك الخير ده كلّه، واحدة بس من الكنتالوب وهتعملي بيها حاجة حلوة أوي وهتفرّحي البيت كلّه، وعشان أنا طماعة خدت 2 وضاعفت الكمية وطلعت كمية كبيرة ومحترمة جدًا، 2 كده من الكنتالوب حبّايتين صغيّرين كده من الكنتالوب. يالّا نسمّي الله ونصلّي على رسول الله، ندخل نشوف أنا عملت إيه. أول حاجة جِبت الكنتالوب وغسلته من برّه كويس جدًا ونشّفته، وبدأت أقطّعه كده وأقسمه نُصّين بالشكل ده، وخرّجت كده القلب بتاعه بالمعلقة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تنضيفه سهل جدًا، القلب دوّة مش هنرميه أنا عايزاه، طبعًا كل النكهة وكل الطعم وكل الفايدة في القلب دوّة، مش قادرة أوصف لكم ريحته بتبقى عاملة إزاي. جِبت تاني واحدة كمان وعملتها نفس الطريقة، قسمتها كده 2 وخرّجت كده البذر والقلب بالشكل ده. تمام كده زي الفل. هابدأ بقى أقشّر الكنتالوب واشيل القشرة اللي من الخارجية بالشكل ده. طبعًا القشرة ديّة بنرميها وبنستغنى عنها خالص. بعد ما قطّعت كده حبّايتين الكنتالوب، هابدأ كده أقطّعهم مكعبات بالشكل ده. هاقسمها كده وأقطّعها كده مكعبات صغيّرة. كل الكمية اتقطّعت بالشكل دوّة. بعد ما قطّعت الكنتالوب كده، جِبت بقى كيس تلاجة أو أي كيس نضيف عندِك، وهابدأ أفضّي فيه الكنتالوب اللي أنا قطّعته مكعبات صغيّرة. فضّيت كده كل الكمية وهاخلّيها بقى على جنب شوية. جِبت بقى شفشق الخلاط، وهابدأ بقى آخُد قلب الكنتالوب اللي أنا حطيته على جنب دوّة، وهاضربه كويس جدًا في شفشق الخلاط أو في الكبة، الأسهل عندِك استخدميه، لازم يتضرب كويس جدًا، مش قادرة أوصف لكم الريحة والطعم بتبقى عاملة إزاي. بعد ما ضربته كويس جدًا، هابدأ أصفّيه بالمصفى بالشكل ده، أصفّيه كويس جدًا. بُصّوا بيبقى لونه عامل إزاي وريحته ونكهته حلوة أوي. بعد ما صفّيته كده، هاخد المَيّة كده اللي أنا صفّيتها، وهانزل بيها على الكنتالوب اللي أنا حاطاه في الكيس بالشكل ده. هاقفله كويس جدًا بقى وادخّله الفريزر لمدة ساعتين أقل حاجة. بعد ساعتين بقى خرّجت كيس الكنتالوب كده، وهابدأ أفضّيه في الطبق. بُصّوا بقى بيبقى متلج كده وجواه كده قطع تلج، وهو ده المطلوب. جِبت بقى شفشق الخلاط كمان مرّة، وهابدأ أنزل بنُص كمية الكنتالوب. عشان تتضرب معايا كويس جدًا، نُص كمية الكنتالوب، نُص الكمية دي خدت معايا أو كل كمية الكنتالوب دي خدت معايا كوباية من السكر البودر، وكمان كوباية من الكريم شانتيه، عشان أنا نزلت في الخلاط بنُص الكمية، فهانزل بنُص كوباية من الكريم شانتيه الخام، وكمان نُص كوباية السكر البودر. وهاخلّي النُص التاني لمّا أضرب نُص الكمية التاني، وجِبت بقى كمان معلقتين من الحليب البودر، خدت تقريبًا برضه نُص الكمية من الحليب البودر. الحليب البودر دوّة اختياري مش أساسي، بس عايزة أقول لكم إن هو بيدّي طعم حلو أوي. ونزلت كده بأقل من ربع كوباية مَيّة، علشان بس تساعد لي إن الكنتالوب يتضرب كويس جدًا في الخلاط. طبعًا ضربته كويس جدًا وبقيت أطفي الخلاط واشغّله تاني، أطفي واشغّله لغاية ما حسيت إن القوام تقِل معايا. القوام تقِل من إيه؟ من الكريم شانتيه يا جماعة. الكريم شانتيه بيتقِّل القوام كده وبيدّي طعم حلو أوي. جِبت بقى علبة، بُصّوا دي علبة كبيرة، بُصّوا فضّيت كمية الكنتالوب اللي أنا ضربتها كويس جدًا، فضّيتها كده في العلبة بالشكل ده، طبعًا علبة نضيفة ومغسولة ومتنشّفة كويس جدًا. وهاقفل العلبة بالشكل ده. وجِبت بقى نُص الكمية التاني وهاضربها واعمل فيها نفس الطريقة. بُصّوا نُص الكمية المَيّة بتاعة الكنتالوب دي طبعًا بتنزل في الخلاط وبتتضرب كمان معاه. نزلت بقى بنُص كمية الكريم شانتيه اللي هي نُص الكوباية التانية، ونُص الكوباية التانية من السكر البودر، وكمان المعلقة الباقية من الحليب البودر، وكمان أقل من ربع كوباية من المَيّة. يعني باخد كده حوالي 3، 4 معالق بس كده من المَيّة علشان يخلّوا الكنتالوب يتضرب معايا كويس في الخلاط. وباعمل برضه نفس الطريقة، باضربه وبعدين أطفّيه وبعدين أشغّله تاني علشان يتجمّع معايا كده ويتضرب كويس جدًا. ولو لقيت سُكّر باودر أو كريم شانتيه من الحروف بتاعة الخلاط أو الكبة، بانزّلهم طبعًا بالمعلقة. وجِبت علبة تانية برضه وفضّيت كده نُص كمية الكنتالوب، يعني لو كنتالوباية واحدة هتعمل لي علبة كبيرة محترمة بالشكل ده. جِبت بقى العلبتين دول ودخّلتهم التلاجة أقل حاجة 5، 6 ساعات.
مش قادرة أقول لكم الطعم والريحة والنكهة عاملة إزاي، أحلى آيس كريم ممكن تاكليه، بعد 4 ساعات بس لإني ما قدرتش أستنى أكتر من كده ولا الولاد كمان، بعد 4 ساعات طلّعته كده طلّعت العلبة، بُصّوا بقى بدأت أقدّمه في الكاسات بالشكل ده، يقعد عندِك في الفريزر بالأسبوع مش هيقول لأ، يقعد عندِك زي ما يقعد. بُصّوا، بُصّوا الكمية وبُصّوا المنظر واللون تحفة، لو عايزة كمان تدّي اللون أخضر أكتر من كده ممكن تجيبي الألوان الصحية دي من عند أي عطار. أو مع أي محل بيبيع مستلزمات حلواني، ممكن تجيبي اللون الأخضر دوّة وتدّي كده نقطتين، بس علشان أنا كنت مستعجلة عملته كده على السريع ومش قادرة أقول لكم حاجة حلوة وجميلة وترطّب وتطرّي على القلب كده وطلعت كمية كبيرة جدًا، من كانتالوباية واحدة هتعملي كمية كبيرة أوي، ومش قادرة أوصف لكم يا جماعة الطعم، أحلى فاكهة ممكن تعملي بيها آيس كريم. أتمنى النهارده الوصفة والطريقة يكونوا عجبوكم، ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدًا. وكمان شير كتير للأصدقاء عشان الكل يستفاد من الوصفة الجميلة دي، حطي بقى فوق الوش مكسرات أو أي صوص وادعي لي. أتمنى حبايبي يكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش يا حبايبي دوسي على كلمة متابعة وتعليق حلو منكم عشان يوصل لكم كل فيديو كل جديد بنزله. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.